عارفين مين هو الأمير تدرس الشطبي؟ اتولد الامير تدرس في تركيا، واللي كان اسمها في الوقت ده انطاكيا، وابوه كان راجل مصري من اسيوط، ولكنه كان متجوز بنت ولي انطاكيا واللي كانت بتعبد الاوثان. ولكن ابوه كان مسيحي وقديس كمان واسمه يوحنا. ولكن الاب والام وبرغم اختلافهم كان في واحد بيحبوه جدا بيموتوا فيه، وهو الامير تدرس المشرقي. وركزوا كويس جدا في الاسماء، لان اللي كانوا بيحبوه هو الامير تدرس المشرقي، واللي كان عايش وموجود في الزمن ده برضه وكان موجود معاهم. وكان الامير تدرس المشرقي ده قائد جبار، وعلشان كده يوحنا ومراته سموا ابنهم برضه تدرس، واللي هيبقى بعد كده الامير تدرس الشطب. وبعد فتره بدات تحصل مشاكل بين الاب والام، وده لان امه كانت متكبره جدا وشايفه نفسها بنت الوالي ومتجوزه حته جندي لا راح ولا جه، فكانت دايما بتقل منه وكل شويه تقول له مش كفايه انك بتعبد المسلوب وساكته، ده انا بعبد الاوثان اللي معموله من الذهب والاحجار الكريمه. وبعد تهديدات كتير اتعرض لها يوحنا ابو تدرس ساب تركيا ورجع على اسيوط، وخدوا منه تدرس، وفضل تدرس عايش مع امه. ولكن تدرس ما كانش حابب اللي بتعمله والدته، وفضل فاكر ابوه الراجل اللي كان كل الناس بتحبه. فقرر تدرس انه هيعيش زي ابوه، وفعلا اول ما كمل 15 سنه راح تدرس وتعمم، وبعدها دخل الجنديه. ولكن تدرس كان عبقري في فنون الحرب والخطط الحربيه، وكل الجنود والقاده كانوا بيعشقوه. وساعتها قرر تدرس انه يدور على ابوه لحد ما لقاه، وساعتها راح وزاره وقعد معاه فتره. وفي الوقت ده قامت حرب كبيره جدا في تركيا مع الفرس، وساعتها بعت الامبراطور للامير تدرس الشطبي وجابه من اسيوط علشان يدخل الحرب. وساعتها دخل الامير تدرس الشطبي الحرب، وكان القائد بتاعه في الحرب دي هو الامير تدرس المشرقي. وساعتها اتعرفوا على بعض واتصاحبوا على بعض جدا، واتفاجئ الامير تدرس الشطبي انه متسمي على اسم الامير تدرس المشرقي. فكانوا هما الاتنين مع بعض قوه جباره، وربنا كانت ايديه معاهم. وساعتها كسبوا الحرب بنصر عظيم. وبعد ما رجعوا من الحرب اول حاجه عملوها انهم راحوا الكنيسه علشان يشكروا ربنا. وساعتها عرف الامبراطور باللي حصل، فقبض على الامير تدرس المشرقي وقال انت مسيحي ولا ايه؟ بخر للاوثان. فرفض الامير تدرس المشرقي بكل شجاعه، ودخل ساعتها في عذابات عظيمه ونال اكليل الشهاده. وكان في الوقت ده الامير تدرس الشطبي واقف وبيراقب كل اللي بيحصل لصاحبه، وكان زعلان جدا وما استحملش اللي حصل. فراح للامبراطور واعترف بالسيد المسيح، ولكن لانهم كانوا محتاجين له جدا في الجيش بسبب شطارته هددوه تهديدات عظيمه. ولكن لما رفض فضل الامير تدرس الشطبي يتعذب تعذيبات عظيمه، ونال الامير تدرس اكليل الشهاده.